قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. ولا زال الذين أسلموا حياتهم وجهادهم لله رب العالمين مع جوانب الحياة بعد الأصول والفروع والأزواج لله أذل وأصبر مع جاري. الجار هو من جاورك، سواء كان الجوار بالقربة والمعاشرة، فالزوجة جار وأرحامك جار، أو بالسكنة الجار الملاصق لك الذي يعلم مدخلك ومخرجك. قد يعيش الناس في بيت واحد الآن ولا يعرف أحد عن أحد شيئا، بل قد يكون الباب مواجها للباب ولا يعرف حتى اسمه ولا عمله ولا المجال الذي يتقنه، ولا يتبادلون نصحا ولا فهما ولا تعاونا. لا، الجار أولى بالشفعة. جارك هذا هو أقرب الناس إليك. قد يكون أهلك الأقربون بعيدون عنك، قد يكون أصولك تعيش في مكان غير المكان الذي تعيش أنت فيه، قد يكون أرحامك أو المتفرعون عن أرحامك وأصلك ليسوا في نفس البلدة أو المكان أو العمارة التي تسكنها، فيكون جارك هو أحق الناس بك وأقرب الناس إليك، سواء في فرحك أو طرحك. الله سبحانه وتعالى جعل للجار هذا مكانة عظيمة بعد الأرحام والأصول، كما جعل الإحسان إلى الوالدين ومن بعدهم لونا من إفراد الله بالعبادة. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. انظر، الله عز وجل يوصي بالإحسان إلى الجار على أي وضع كان، سواء كان جارا قريبا فيجمع من الحقوق المتعددة حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام إن كان مسلما، والجار الجنب الملاصق لك أو المصاحب لك، ولو كان في سيارة ولو كان في ممشى ولو كان في فترة عمل أو كذا، يعني الله احترم هذا الجوار ولو في أقل حالاته ودرجاته. والصاحب بالجنب هكذا وصية الإسلام بهذا المعنى. الجار هذا سبحان ربي العظيم، يعني هو أولا يعلم مدخلك ومخرجك. الجار هذا هو يعني أقرب الناس إليك، أول من يفزع من أجلك، أول من يلزمه مشاركة فرحك عونا وسعادة، وأتراحك تصبيرا وتضميدا للجراح وتقديما للمعونة والمشورة، ولعله يكون أهم من أي علاقة أخرى في حالة ما. فالغريب مثلا الذي يعيش في بلد غربة لا شك أن جاره هذا هو يعني أقرب إليه من أصله وفرعه، الذين هم في أماكن أخرى بعيدة عنه لا يشعرون به ولا يعرفون حاله كيف أمسى ولا كيف أصبح. لذلك الإسلام يهتم بهذا الجوار. وطبعا لما نتجاور مع بعضنا
2 زملاء في العمل في مكتب واحد مثلا، جارين في عمارة واحدة، شقة قدام شقة، رفيقين في سفر، احنا الطباع مختلفة والظروف مختلفة والأحوال مختلفة والإيمان درجته مختلفة. فالمسألة يعني ما يفرقنا أكثر مما يجمعنا، ما يفرقنا أكثر مما يجمعنا. القدرات ليست واحدة، وليس بالضرورة أن يكون جاري مثلي أو يفرح أو يحب ما أحب ويبغض ما أبغض. ليس بالضرورة أن يكون على ديني أو ملتي، قد يكون كافر، قد يكون فاسق عياذا بالله، قد يكون صاحب كبيرة، قد يكون يعني شيطان رجيم. لكن في جميع الأحوال، مسلم كان غير مسلم، طائع كان عاصي، مصر على كبيرة وفاحشة أم لا، أنا مكلف كمسلم إن أنا أحسن إلى جاري. في حد أدنى للمعايشة، في حد أدنى للمعايشة. جاري يبقى لا يؤذى مني، عيني لا تسارع إلى رؤية عوراته. فالناس اللي بتتلصص على الجيران وتتحين فرصة لرؤية العورات من النوافذ أو بوسيلة أو بأخرى، أو تسترق السمع، احنا ما حصلناش حتى الجاهلية. العرب في الجاهلية كان عندهم أخلاق أحسن من كده. يعني لا، حين يقول قائلهم: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وأغض طرفي ما بدت لي جارتي، يعني مش هو اللي بيدور أو يسترق السمع أو النظر، لا، ده هي فجأة عرضت له، يعني عدت من أمامه، سمع صوتها كان عالي قوي ووصل عنده وهو قاعد في مكانه، ساعة ما ينتبه إليه أو يشوفها على طول يغض بصره، بص الناحية التانية، إلى أن تغيب عن ناظريه حتى يواري جارتي مأواها. ده الإنسان اللي عنده أخلاق وعنده كرامة، عنده مروءة، عنده عفة. ما القضية ببساطة شديدة جدا، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إيه اللي أنا هعمله مع جاري جاره هيعمله معايا؟ ما هو متاح في الحالتين، متاح في الحالتين. فلو أنا عندي غيرة على بيتي وحرماتي، لابد أن أكون أكثر غيرة على حرمة جاري. يبقى أنا أمنع جاري من أذايا النفسي والمعنوي والمادي، لا أذيه بفكري، ولا أذيه بلساني بالكلام، ولا أذيه بنظري باستراق النظر، ولا أذيه بسمعي باستراق السمع، ولا لما أشوف مشكلة بدل ما أحلها بينهم أوقع بينهم. يا إخوانا، ده مش دين، هذا ليس دينا. وده مع كل الجيران، ماليش علاقة هو مسلم ولا غير مسلم، هو صالح ولا غير صالح، ده حق. امنع أذاك عن جارك، امنع أذاك عن جارك حتى تحقق دينك، حتى تحقق دينك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: اتق المحارم تكن أعبد الناس، يعني أكثر الناس عبادة لله اللي يبتعد عن الحرام. يعني الأصل إن احنا الحرام نبعد عنه، والحلال نعمل منه اللي نقدر عليه. شوف رحمة ربنا بيكم قد إيه. ابعد عن الحرام، ما تقربش منه، ابعد عن الغفلة، ما تضيعش عمرك مع التليفون، ما تضيعش عمرك مع اللهو، ما تضيعش عمرك مع اللغو واللهو، لا، ابعد عن الحرام أولا، وبعدين افعل من الواجبات ما استطعت. اتق المحارم تكن أعبد الناس، تمام؟ وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ارضى بما قسم الله لك تبقى أغنى من على وجه الأرض. وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، أحسن إلى جارك تكن مؤمنا. أول درجات الإحسان للجار إنك تصرف أذاك عنه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال في نص آخر:
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال ما آمن بي ليس مؤمنا من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أذى الجار وبخاصة في عرضه، نسأل الله العفو والعافية، من الموبقات المهلكات. لما سئل صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أعظم، وفي رواية أكبر، يعني شوف احنا بنتكلم على المهلكات، أي الذنب أكبر؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الشرك يبقى أعظم الذنوب الشرك. عارفين بعدها مباشرة قال إيه؟ أتى بالقتل والخيانة. قال ثم أي؟ إيه بعد الشرك يا رسول الله؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. الناس اللي بتسقط الحمل وكذا، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. طيب عيلين كفاية يا مولانا عشان نعرف نربيهم ونعلمهم. خلي بالكم، لا أنت بتربي ولا أنت بتأكل. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا مولانا العين بصيرة والإيد بصيرة، لا، ربنا جعل تشريع. شوف ربنا ألزمك بيه واعمله وسيب بقى على الله. طيب قال ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك. مصيبة يا أخوانا. ثم قال هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن ده تصديق للآية القرآنية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، أدي الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. نسأل الله العفو والعافية. الجار في أمان، يعني داخل البيت وخارج من البيت، ما حدش يقول داخل ليه وخارج ليه. يعني المفترض هو أبعد عن الشبهة، أبعد عن الريبة، لأن بيته سكنه جاره. والأمر ما يسلمش، يعني ممكن أنت تفتح بابك واللي قدامك بيفتح بابه في نفس اللحظة، أو ممكن تكون جاي والباب مفتوح فيقع بصرك على عورة جارك. لا، ابعد أذاك، لا متعمدا ولا راضيا حين الغفلة. يعني تقول لي ده جت لوحديها كده، أو لا، رتبتوا تخرجوا مع بعض والأسرتين مع بعضيهم. احفظ الحرمات واحفظ الحقوق، مش محتاجة هذا الكلام. وبالتالي النفس الصالحة المؤمنة تبعد عن هذا الباب. الجار أول حاجة تخصك، ابعد أذاك عنه، ابعد أذاك عنه حتى لا تفقد إيمانك، حتى ولو كان يؤذيك، حتى ولو كان يؤذيك، فما تستحلش أذيته لأنه مش كويس معك، أو معاملته جافة، أو ما بيسلمش عليك، أو لأي سبب من الأسباب، لا، أو مش مسلم، أو مش منسجم معاك. كل دي اعتبارات أخرى ولها تفصيلات. لكن في البداية جارك لازم تعطيه حقه. أول الحقوق أن تكف أذاك عنه. بل إن من أذاك إنك تشممه هو وعياله رائحة طعام وأنت تعلم أنه لا يستطيع أن يحصلها. أنت عارف أنه فقير وعلى قد حاله، ما تروحش بقى تجيب الكباب وتجيب الحاجة مثلا يعني، أو شغال الله ينور. طب يعني أحرم نفسي يا مولانا؟ لا، الإسلام ما قالكش احرم نفسك، بس على الأقل، على الأقل اجعل له في هذا الطعام نصيبا. ويا سلام لو كان جارك ده كافلة يتيم، يا الله يا الله، لو كانت كافلة أيتام، شوف أنت هتوصل في أعلى درجات الجنة إزاي لما تفهم هذا الكلام، ما تفهم هذا الكلام. يبقى المعاني كثيرة جدا. وأنا قلت لكم قبل كده، هذا المجوسي اللي على غير الملة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخبر في الرؤيا أنه من أهل الجنة، لأنه أدخل السرور على أسرة فقيرة، وهو كان من الأغنياء الأثرياء الكبار. والولد الصغير دعا له أن يبقى مع نبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة.
وقلت لكم قبل كده الرجل اللي كان في مكة وانه النبي بشر بدخوله الجنة 3 ليال، وجاء العالم يسأل عنه وكان من فساق المكة عياذا بالله وما صدق. ولما أخبروا بالرؤيا وقال له تعالى معايا الحرم، ما بيخشش الحرم، ما يصليش. قال له ده أنا ما حدش يعني فعل اللي أنا فعلته من المحرمات. قال له والله ما كذبت عليك، دي الرؤيا. المهم استحى منه، اغتسل وتطيب ولبس ثوب نظيف وراح معاه الحرم. لما راح معاه الحرم وبيسأله في الطريق أقسم عليه، قال له أبدا ده أنا وحش، أنا ما فيش حد عمل اللي أنا عملته من الفسوق والمحرمات. قال له بس النبي قال لي كده 3 مرات، يعني شوف كده أي عمل. قال له والله أبدا، ما فيش غير إني ليا جاري توفي وساب زوجته وأولاده وهي كفلت الأيتام وقعدت عليهم، فأنا يعني عز عليا، لا لها شغلة ولا مصدر دخل ولا، فعاهدت ربي إني اللي يجيني راتبي أقسمه بيني وبينهم، بين أسرتي وهذه الأسرة كافلة الأيتام دول. فقال له هو ده اللي وصلك. صلى معايا فريضة واحدة، في الركعة الأخيرة سجد السجدة الأولى ما قامش ولقي الله ساجدا، ولقي الله ساجدا. ما تستهونوش بهذا الكلام. فتخيل انت عارف ان عيالك يعني حابين وانت راجل وسعت على عيالك، كتر خيرك يا سيدي، لك عند الله سبحانه وتعالى. انت جبت لابنك حاجة يتمتع بيها، لا تؤذيه ولا تضره، تمتعه، جبت له لبس، جبت له حاجة، وجنبك جارك ليس في ذات المعنى، يا اخي ما فرقتش، اعتبر عيالك ال3 بقوا 4، ال4 بقوا 5، ما في مشكلة، واجرك على الله سبحانه وتعالى. خاصة زي ما قلت لك اذا كانت الأسرة اللي جنبك كافلة يتيم أو كانوا فقراء، حتى عموم الفقر والمسكنة. فيعني لا تستهين بهذا الخير الذي تفعله مع جارك. يبقى من أذيتك ليه إنك تشممه حاجة ما يقدرش يجيب زيها، من أذيتك ليه إنك جايب بقى لعيالك كل نفسهم فيه، عايز عجلة جبت له عجلة، عايز مش عارف أتاري جبت له، مش عايز مش عارف والواد يطلع بقى يطلع لسانه للعيال اللي زيه من جيرانه، انا معايا ايه، انا تليفوني ايه، انا عجلتي ايه، والتاني يشوف يقعد يعيط كده ومسكين ومكسور. حرام عليك، انت بتأذي جارك بهذه الصورة. ان كان ولا بد يبقى عيالك يستتروا، ان كان ولا بد وجيرانك هيشوفوهم، هات لجيرانك او شارك في، او على الاقل يا اخي قول لعيالك لاعب اولاد جارنا دول الناس الطيبين دول، خليهم يلعبوا معاك، قول له تعالى خد الكرة دي العب بيها، خد تعالى العجلة دي اركبها، خد كده. انما ما مش يعني المعنى اللي كل واحد في حاله كده بالأذية دي، لا تؤذيه، لا بالكلمة ولا بالسماع ولا بالنظرة ولا بالإيد ولا بالحرمان ولذلك النبي يقول له يا أبا ذر إذا طبخت طبخا فأكثر مرقها، يعني حط شفشق مية زيادة. فهو نفس النص كيلو اللي انت عامله او الكيلو اللي انت عامله، بس لما حطيت ميه زياده هيبقى حله كبيره مليانه ما شاء الله. وبدل ما ياكل 5 حبات ياكل 3 حبات في البيت عندك، مفيش مشكله، واغرف طبق منه لجيرانك. شوف الجار اللي على يمينك واللي على شمالك على الاقل يعني. يا ابا ذر اذا طبخت طبخا فاكثر مرقها وتعهد جيرانك. يا اخوانا فين الكلام ده النهارده؟ بقول لك الناس النهارده يمكن ما يعرفوش اسماء بعض، يمكن يعيشوا سنين جنب بعض ما قالوش لبعض السلام عليكم. هذا ليس دينا، هذا ليس دينا. يبقى أول خطوة بقول لك لا تؤذي جارك، احرص على ألا يعني يحصل منك أذى بأي صورة من الصور، عن قصد أو عن غير قصد. إذا عدى الكلام ده يبقى خلاص، يعني الباقي سهل، اعمل بقى الخير اللي تقدر عليه، مش دافع أذى، لا ده يعني تقديم معونة، في سؤال، في تحية السلام، تشوفه تسلم عليه، يسلم عليك ترد عليه السلام، طلب منك نصيحة ما تغشوش، اللي هو حقوق الإسلام. حقوق الإسلام هو أولى بها من غيره، لأنه جمع بين الإسلام، جمع معاها الجيرة. طب لو حصل منه هو الأذى، استحمل، لله أذل وأصبر مع جاري، لله أذل وأصبر مع جاري. قد إيه النبي صبر على أذى جاره، قد ايه اليهودي كان يضع القاذورات على يعني يكنس كده ويحطها قدام باب النبي،
وياما شفنا الكلام ده النهارده، يعني الست تنظف جوه شقتها وتطلع الحاجه وتحطها على جنب كده على باب الشقه او قصدها الباب الناحيه الثانيه. مين قال كده؟ يعني تنظف قدام بيتك وتسيب قدام بيت الجيران؟ اللي ما تحبوش لنفسك ما تحبوش على غيرك. لا، انتوا شلتوا القمامه من البيت تتشال في مكانها، تخرج بره الى المكان بتاعها. ليس عيبا ان انت كراجل محترم قد الدنيا تشيل كيس الزباله ده معاك، الله يعزك، القمامه ده وتحطه في مكانه، ده شرف. انك تنظف عربيتك ده شرف. ما تتكبرش على كده، دي دبتك عربيتك. اللي كان يقابلها يمسح على الفرس بتاعه ويحميها وينظفها، نفس المعنى. فمش القضيه ان انا ابعد عن نفسي واللي يروح مطرح ما يروح، لا لا، لا تؤذي جارك. طب لو هو اذاك ولا حاجه، شيل الحاجه ديت وتصدق على عرضك ونفسك بالصبر على اذاه. ويعني زي ما بيقولوا اصبر على جارك السوء يرحل يا تجيله مصيبه تاخده، واجرك عند ربنا سبحانه وتعالى. مش مستاهله، مش مستاهله، لا زعيق ولا خناق ولا غلط ولا فجور في خصومه، ابدا ابدا. ما بقولش ممنوع انك تدي نصيحه، بس خلي بالك، يعني لله اذل واصبر. يعني لو جيت تنصح وتؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يبقى المساله محتاجه الى ايه؟ الى حكمه والى كلمه طيبه وموعظه حسنه. وموعظه حسنه. ابنه ضرب ابنك، تعالى يا راجل انت اللي ما عرفتش تربي عيالك، ما حدش قال كده، مش دين ابدا. طبطب على الواد اللي ضرب ابنك ده واديله حاجه حلوه كده، شوكولاتايه ولا حاجه، يا ولد انتوا اخوات وعيب، انتوا جيران، والنبي ما يحبش كده والاسلام ما يقبلش كده. ما هو ابنك. شفت على ابنك حاجه غلط هتسكت؟ لا. لما تشوف برضو حاجه غلط على ابن جارك ما تسكتش، اديله النصيحه، لعل الله يجعلك سبب لهدايته. وكم من عداء بالنصيحه الحلوه يبقوا اصدقاء. ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. محظوظ قوي، محظوظ بالاسلام والايمان. اللي يستقيم هذا مقام عالي، نتمنى ان ربنا يكرمنا ونوصل اليه بهذا المعنى. يبقى زي ما هتحب لابنك اعمل لابن جارك. اللي ما تقبلوش على مراتك وبنتك في البيت من جيرانك اوعى تعمله مع جيرانك، بل اكثر من ذلك، تكون اكثر مبالغه في الحفاظ على حرمات الجيران. ولذلك اما تيجي تقدم الفضل بقى، انت بعدت عنه الاذى، يبقى في باب الايثار. سيدنا سعد لما عرض على اخيه سيدنا عبد الرحمن وقال له ادي بيتي له طابقين، اسكن انت الاعلى وانا اسكن الادنى الاسفل، حتى لا اذيك بالصعود والهبوط عليك، لانه انت طالع ونازل ما كانش في بقى السلم مكشوف كده في الفناء يعني، فهيشوف قال له لا. طب ما هو يعني عبد الرحمن يشوف ينكشف على بيت سعد اللي هو صاحب البيت اصلا، وسعد لا يقبل ان هو ينكشف على بيت عبد الرحمن؟ مش كتر خير انه اداله فوق ولا تحت، ايه المشكله؟ ابدا. انما يؤثر على نفسي ولو كان به خصاصه. هو ده حق الجوار وده حق الاسلام وحق الاخوه. نفهم هذا الكلام. وبالتالي انت لما تيجي تقدم المعروف الى جيرانك، مش بس انت بتمنع اذاك عنهم، لا، انت بتقدم خيرك ليهم، بتقدم خيرك ليهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما الجار اللي كان بيأذيه وامتنع او اتأخر عنه ايام سأل، مش قال الحمد لله ان ربنا كفانا شره، يجي مصيبة تاخده، ابدا، ما حصلش. انما لما سأل عليه عرف انه مريض زاره وقام على تمريضه، يعني يشوف له اكله ويشوف له مصلحته وهو مريض. فكانت النتيجة ان ربنا هداه للاسلام لحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. هي دي. فعشان كده انت لما تلاقي حاجة في صدرك تتعبك من جارك، طبع سيء فيه، خلق سيء فيه، يعني الى اي صورة من الصور، تذل لله وتصبر لله. ليه؟ لان ربنا حط اجر كبير للجار المحسن الى جاره، وانت تفعل ذلك تعبدا لله. اذل واصبر مع جاري، لانك قلت اسلمت لرب العالمين، فانت بتشوف ايه اللي ربنا امر بيه وبتعمله.
وايه اللي ربنا نهاك عنه وبتنتهي عنه، مش عشان ان جارك حلو معاك او انت بتحبه او في منفعة منه او لا 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 لا، ابدا 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 ابدا. انت تفعل هذا خالصا لله رب العالمين، فتفعل هذا وتصبر على ما قد يصيبك وتذل تواضعا لله عز وجل، فتقدم الخير وتكف عن جارك الشر. في المقابل تتحمل من جارك الشر ولا تنتظر منه الخير. يعني هو مقصر معاك، ما بيرميش السلام، غلس، عغتت، بقاش عابس باستمرار، ولا حاجة ولا حاجة ولا حاجة. هو انت دعيته ما دعكش، انت سلمت عليه هو ما سلمش عليك، انت عيدت عليه هو ما عيدش عليك، انت سألت عنه هو ما تسألش عنك، انت تعهدت حاله هو ما تعهدش حالك، انت قدمت له ما تستطيع من خير هو لا يقدم شيئا، بل يمكن يعني اذا رأى منك شيئا مش كويس يذيعه وينشره بين الناس، واذا رأى حاجة كويسة يكتمها في نفسه. كتير ممكن يحصل الكلام ده. طب هل ده يديك الحق انك تتحمل هذا الامر في صدرك وتنميه وتكبره، وبالتالي نفسك الشحيحة بقى تاخدك للناحية التانية عايز تعامله بنفس المعاملة؟ لا لا لا، ابدا ابدا. انا اذل لله واصبر لله على اي اذى اتعرض اليه، على ان اكون طائعا لله. اتعامل مع جاري لا بما يستحقه وانما بما انا استحقه، باللي ربنا امرني بيه، باللي يكون اتباع تام لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ودي مسألة يا حبايبي مش سهلة، مش سهلة. ياما اتنين جيران في العمل، مكتبين جنب بعض او رفيقين في العمل، كل واحد عمال يضرب اسفين هنا، وده يوشي بيه هنا ويظهر عورته هنا ويشتكي للرئيس بتاعهم، او ممكن حتى يوصل يتهمه بالباطل عشان يزيحه من طريقه ويقف ما هو مكانه ويطلع على كتافه. ياما ياما ياما. وهذا ليس من الإسلام في شيء، ليس من الإسلام في شيء. ياما ناس عندها معلومات أو كفاءات أو خبرات أو مهارات بتبخل بيها عن جيرانها أو عن الناس اللي معاها أو رفقائها في العمل. أنا عايز أقول له يا مولانا سر المهنة، يطلع على كتافي ويرميني أنا بره ويتحكم فيا تاني يوم بعد ما أنا أبقى الرئيس بتاعه، أبقى أنا مرؤوس تحت إيديه. يا عم الرزق بالله، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. الجار لا يغش جاره، الجار لا يخون جاره، الجار لا يتربص بجاره الدوائر، الجار لا يتمنى لجاره العنت والمشقة والتعب وسوء الأحوال. الجار يقدم النصيحة والمعونة والدعاء بظهر الغيب لجاره، على أن يكون أفضل وأتم وأكمل في النعمة من كل وقت مضى. ده الجار. الجار يفزع لجاره، يفزع لجاره، سمع صوت، سمع كذا، ندى عليك، ضرب عليك رسالة أو اتصل عليه على الهاتف بتاعك أو بعت لك رسالة، اجري. هذا حقه، هذا حقه، مع المحافظة التامة زي ما قلنا. أول حاجة كف عنك أذاه. يعني قد تدخل بيته لظرف ما، حريق لا قدر الله، حد بيحتضر، مصيبة حصلت، وقع انكسر، طيب تدخل عينك ما شافتش، خلي بالك. فالمجالس بالأمانات، اللي هتشوفه في البيت لما تدخل مش من حقك تقوله لا لمراتك ولا لعيالك ولا حتى بينك وبين نفسك، ولا من حقك ان انت تستبيح لنفسك ما حرم الله، ولا من حقك ان انت تستبيح لنفسك ما حرم الله. حتى لو الظرف كده، انت دخلت ومراته حصل لها اللي حصل لها مثلا وهي متخففة من تغطيها اولا، مش تستبيح ما حرم الله. خلي بالك، واللي مطلع ربنا، لا هتعرف تغش نفسك ولا تعرف تخدع ربنا، تعالى الله عما يصفون، لا، الله يعلم السر واخفى. فما فيش موقف يبيح لك ما حرم الله. يعني الطبيب اللي هو الطبيب لو راحت له المرأة يعني نظر الى موضع غير الموضع اللي محتاجه يأسم، مسك مكان من جسمها غير المكان اللي محتاج يمسكه او يتحسسه يأسم، مسك المكان اللي محتاجه وتحسسه برغبة وشهوة يأسم. خلي بالكم، يمكن احنا كلنا ما نفهمش الكلام ده، لكن هي ربنا مطلع عليه ويحاسبك عليه. خلي بالكم، يعني ما هيش يعني فرصة، لا.
فيبقى أنت تفزع ليه؟ أيوه. تقدم المعونة ليه؟ نعم. تقدم النصيحة المخلصة ليه؟ نعم. مريض تقوم على خدمته وعلاجه إلى أن يشفى؟ نعم. جعان تطعمه مما تطعم وتحرص على أن يشبع؟ نعم. أولاده في حالة فقر حتى لو أنت ما حيلتكش تجمع له من يمين أو شمال، يعني والدل على الخير له مثل أجر فاعله. فمطلق العموم الجار لجاره هكذا. فإذا جاء الأمر من الله بالإحسان إلى الجار على أي صورة كانت، يبقى من باب أولى أن نفهم هذا. فإن كان جارك ده مسلم بقى له حقين، حق الجوار وحق الإسلام. وإن كان كمان ذات قرابة بالنسبة لك، سواء كانت قرابة رحم أو قرابة نسب، بقى له 3 حقوق. لو كان الجار ده مسلم وليس قريبا، يبقى له حقين، حق الجوار وحق الإسلام. لو كان الجار ده غير مسلم وليس ذا قربة منك، يبقى له حق الجوار. فعلى أي معنى من المعاني أنت مكلف بالإحسان إلى جارك. كان زمان الناس اللي بيبنوا كانش خريجين هندسة ولا حاجة، أو حتى اللي كان منهم نادر خريج هندسة، فكان أول حاجة يفكروا فيها عند التصميم إن البيت يكون صحي، المسكن يكون صحي. يعني إيه؟ بيدور تيار الهواء يجي منين؟ مش محتاجين مكيفات. ليه؟ لأن كانوا بيفكروا بهذا الأسلوب. الشمس تخش منين؟ لازم المكان تدخله شمس يجدد الهواء وتخش الشمس، والبيت اللي يخش الشمس ما يدخلوش الطبيب. كانوا بيحرصوا ان الفتحات ما تبقاش قدام بعضها. ليه؟ عشان خاطر حفاظا على الحرمات. الناس في بيوتها بيقوموا يعني متخففين من ثيابهم، يعني مش واخدين يعني فبالمعنى ده لازم تخاف انت بقى على نفسك. النهارده طبعا السنتي له ثمن في البعد المادي، الحياه الماديه الوحشه القاسيه اللي ما فيهاش اخلاق ولا دين. وبالتالي هتلاقي المطبخ في وش المطبخ، والحمام في وش الحمام، والشباك في وش الشباك، والباب في وش الباب. ما تفرقش عندهم، لانه مش عايز يهدر اي مساحه اطلاقا. تبقى المساحه ممكن نص متر او متر في طول متر ولا مترين، المنور وعليه 4 5 فتحات يشوفوا بعض، مش مشكله، مش مصيبه. المهم هو كفاءته انه يوفر قد ايه في مساحه المنشاه اللي هو بيقيمها. ودي مصيبه جدا مع القلوب المريضه والقلوب التي لا تراقب الله ولا تخشى الله عز وجل. فراقبوا ربكم واحموا جيرانكم من أذيتكم، ولا تبخلوا بمعروفكم وخيركم ومعونتكم لجيرانكم ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، التزام أمر الله تبارك وتعالى، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. حتى ولو نالكم أذى من جيرانكم فاصبروا واحتسبوا، وحققوا استسلامكم لرب العالمين، فلله أذل وأصبر مع جاري. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.